حاسس إنك عامل كل حاجة بس برضه مش مرتاح؟ خد نفس كده وركز معايا شوية. يمكن الحل أبسط من اللي متخيله. يمكن كل اللي محتاجه هو إنك تبدأ بنفسك. أيوة، بنفسك. أول ما تبدأ تهتم بنفسك صدقني الدنيا كلها بتتظبط لوحدها. تحس إنك خفيف كده، مرتاح، شكلك أحلى، روحك أهدى، وحتى المراية تبتدي تبصلك بنظرة رضا، كأنها بتقولك أهو كده، ده اللي كنت مستنياك توصله. الاهتمام بالنفس مش رفاهية، دي أولوية. يعني تصحى لنفسك، تاكل أكل نضيف، تنام كفاية، تلبس اللي يليك عليك ويريحك، وتبعد عن أي حاجة بتستنزفك. ناس بتسحبك، مشاعر بتوجعك، أفكار بتعطلك. ولما تبدأ تهتم بنفسك هتتفاجئ إن الناس بتحس بده. الفرص تفتح لك، والراحة تجيلك، والناس الحلوة تنجذب لك كأنك مغناطيس. ليه؟ عشان بقيت مصدر طاقة حلوة. بقيت شخص عارف قيمته وعارف هو يستاهل إيه، وبقى رايح له بخطوات ثابتة ووافقة. كل حاجة حلوة بتبدأ لما تحط نفسك في المرتبة الأولى. مش أنانية خالص، دي نجاة. أنا بصملك بالعشرة إن أول خطوة للراحة والسعادة هي إنك تصالح نفسك وتدلعها وتديها حقها زي ما بتدي الناس كلها. ابدأ بنفسك، ولو حتى بخطوة صغيرة. قوم امشي شوية، افصل من اللي بيأذيك، كل أكل يفرحك، نام نوم يريحك، وافتكر دايما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت البداية، وكل حاجة حلوة هتيجي بعدها. لو حسيت إن الكلام لمسك، خد أول خطوة دلوقتي حتى لو بسيطة، واكتب لي في الكومنت إيه أول حاجة هتعملها عشان تهتم بنفسك فعلا. وافتكر التغيير الكبير بيبدأ من لحظة صغيرة.